السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبي. ايه رأيكم يا جماعة في الحلاوة؟ عملنا النهاردة الفولية والحمصية والسمسمية، حاجة تحفة بجد والله من غير كلام. جربوا الحاجات دي، بطلوا تشتروا بقى الكلام الفاضي، وانتوا عارفين الغلا اللي احنا فيه، يعني ظبطوا الدنيا كده. حمصنا السوداني كده على الماشي، ورجعنا حمصنا الحمص. طبعا السمسم كنت انا عاملاه قبل كده اصلا، ما رضيتش يعني ايه ان انا اصوره قدامكم، بس حبيتكم ان انا اعرفكم ان الحمص بياخد بس ايه تحميصه بسيطه كده. تمام. ونحط بقى ايه 3 كوبايات سكر وكوبايه واحده بس ميه. تمام كده يا جماعه، ونوطي النار عليه. يعني احنا كده نخلي النار بقى هاديه شويه. بس ده الحلاوه اللي احنا بنشتريها من بره يا جماعه. ولا تشتري من بره ولا تعملي اي حاجه خالص، غير ان انت تجيبي ربع كيلو سوداني وربع كيلو حمص وشويه سكر، واعملي لعيالك احلى حلاوه. وكل سنه وانتم طيب. ايه رايكم يا جماعه؟ عايزه رايكم في التعليقات. انا طبعا اتاخرت، بس ايه يعني عايزه بقى ايه الناس اللي وحشوني دول يبينوا لي بقى في التعليقات ويشجعونا كده باللايكات. مش عايزه اقول لكم يا جماعه، كده احنا حاطين عصره ليمونه وكيس فانيليا بس واحد، وقمنا حاطين ايه معلقتين 3، كان اخر حبه في البرطمان حطاه. حطينا شويه عسل كده 3 4 معالق عسل، ومعلقه بيكنج باودر، بيكربونات الصوديوم اللي هو الكربونات بتاع الطعميه العادي يعني، ربع معلقه بس، وذره ملح بسيطه خالص ما بين صوابعك كده. طبعا الملح ده اساسي، حاجه بسيطه كده. في اي سكر لازم تحطي ذره ملح. تمام كده. كده انا يعتبر هنا كده خلصت خالص. تمام. جبت صينيه بقى نضيفه كده حلوه وشويه زيت، وزي ما انتم شايفين بالظبط. تمام. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. ماشي يا معاذ؟ ماشي. بس كده يا جماعه، جبنا بقى احنا بقى. طبعا انتوا عارفين ان السوداني لما تحط عليه الكرمل، طبعا هو ده يعتبر سكر ومتكرمل كمان، فبيمسك بسرعه. فاحنا نقلب بسرعه بسرعه، نقلب بسرعه 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 كده. تمام. بسرعه عشان طبعا حسيت ان هو هيمسك معايا وطبعا بقى سخن جدا، لازم تعملوه وهو سخن. لو سبتيه ينشف بي ما بيعرفش، بيجمد كده ومش هتعرفي تعملي فيه اي حاجه. فانت بسرعه بسرعه كده تجدعاني بايدك وتظبطي الدنيا بسرعه بسرعه. تمام كده يا حبايبي. لحد دلوقتي احنا مع بعض اهو، خطوه بخطوه. والله انا هعمل بعد كده كل سنه ان شاء الله باذن الله، اعمل كل الحلويات في البيت، اوفر وفي نفس الوقت حاجه نظيفه وانت عاملاها. بصي بقى السمسميه تحفه، السمسميه تحفه بجد بجد، جميله وخطيره خطيره خطيره. حط بقى شويه عسل كمان كده واظبط الدنيا كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده احنا خلصنا السمسميه كمان، فاضل لنا ايه الحمصيه. وده العشق بالنسبه لي، الحمص بالنسبه لي العشق كله. حطيت عليها باقي السكر كله. تمام. قمت بقى نازله عليها زي ما انتم شايفين كده، وبسرعه بسرعه، ورصيناها برده بالطريقه دي. تمام. نقطه زيت بسيطه، وايه وانت بتطبطبي ايه بتعملي كده بتبططي بس كده زي الفل وحاجه كده. تمام. بس تعملي وهي سخنه. وقمت مقطعاها زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. والله حلاوه ايه، ولا تشتري من بره. ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم؟ بجد حاجه جميله جدا جدا جدا. ومش عايزه اقول على الطعم بقى احلى من بره 100 مره، من الحلويات المصانع ولا الكلام فاضي ولا اي حاجه خالص. لو عجبكم الفيديو تكتبوا لي في التعليقات وتنوروني، وطبعا تفرحوني زي الاول. مستنيه تعليقاتكم الجميله اللي بتفرحني دايما دي. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.